عمرك سألت نفسك مين الدروز؟ وليه دايما حواليهم غموض؟ ازاي طائفة كاملة بتخبي أسرارها عن العالم ومحدش يعرف عقيدتهم بالكامل؟ تعالى نغوص جوه واحدة من أكتر المجتمعات غموضا في الشرق الأوسط. اللي ما تعرفوش عن الدروز إنهم مش مجرد طائفة دينية، دي جماعة ليها تاريخ طويل ووجودهم منتشر في لبنان وسوريا وفلسطين وحتى الأردن. الدروز طلعوا في القرن ال11 وكانوا في البداية ضمن المذهب الإسماعيلي، لكن بعد كده انفصلوا وبقوا طائفة مستقلة عندهم شوية معتقدات خاصة بيهم مش بيقولوا عليها لحد، وده اللي خلاهم دايما ملفوف حواليهم نوع من أنواع الغموض. المميز فيهم إنهم مش بيقبلوا ناس جديدة تدخل دينهم، يعني اللي مش مولود درزي صعب يبقى واحد منهم. وكمان الدين عندهم بيعرف لما يوصلوا سن معينة، وساعتها بس ممكن يتقال إن الشخص ده عارف أو غير عارف. سياسيا ليهم أدوار قوية في بلادهم. في لبنان مثلا عندهم زعامة كبيرة بيمثلها وليد جنبلاط، وفي سوريا منطقة جبل الدروز أو السويداء فيها عدد كبير من الطائفة، وكان ليهم مواقف وطنية، لكن كمان مروا بأزمات خصوصا في الحرب السورية وتعرضوا لهجمات كتيرة، وكتير منهم حاولوا يبعدوا عن الصراع. أما في فلسطين فالوضع مختلف شوية، في بعضهم خدم في الجيش الإسرائيلي وده خلق حالة من الجدل الكبيرة، لكن كمان في منهم اللي بيرفض ده وبيعتبر فلسطين وطنه العربي. واللي يمكن ما تعرفوش أكتر إن عدد الدروز في العالم كله مش بيعدي 1.5 مليون، ومع ذلك تأثيرهم في مجتمعاتهم كبير جدا. في النهاية الدروز بيحاولوا يعيشوا في سلام، بيحافظوا على خصوصيتهم، وده خلاهم دايما طائفة مثيرة للاهتمام والغموض في نفس الوقت. لو عجبتك الحلقة شاركها مع أصدقائك، والسلام عليكم.